ازيكم عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ في حاجه لاحظتها في الفتره الاخيره من شغلي از هيلث كوتش. انتوا عارفين طبعا انا كنت اتكلمت في فيديو قبل كده عن الهيلث كوتشنج، ان احنا بنتطرق في حاجات كتيره جدا، بندخل في علاقات، يعني بنتكلم في ريليشن شيبس، بنتكلم في روحانيات، بنتكلم في عادات، في سلوكيات، في ايمانيات، في اخلاقيات، بنتكلم في حاجات كتيره. ولاحظت حاجه يعني اتقالت في اكتر من مره، حاجات تخص الحاله الاقتصاديه اللي احنا فيها، الظروف اللي احنا بنمر بيها، ان احنا مخنوقين، ويمكن من اكتر الفترات اللي مرت علينا اقتصاديا مخنوقين. بس انا حابه اقول حاجه بخصوص الحاجات دي، ان الموضوع ده على الكل. يعني ايه؟ يمكن دي مش قدرش اقول ميزه يعني، بس هو على كل المستويات، من اول اللي معاه كل حاجه لغايه اللي مش معاه اي حاجه، هو بيعاني حقيقي. انا ما شفتش بني ادم ما بيعانيش في الفتره دي. فبالتالي مفيش اي مبرر ان احنا نكلم بعض وحش، بحكم ان احنا مش في المود، بحكم ان احنا بنمر بظروف صعبة، بحكم ان احنا متضايقين ومخنوقين، فننفجر في بعض، يعني نطلعهم على بعض. لان هو زي ما هو عندك هو عندي، وزي ما هو مضايقك هو مضايقني، وزي ما انت تعبان انا كمان تعبانه. فبالتالي مفيش مبرر ان احنا نكلم بعض وحش، ان احنا اخلاقنا تبقى وحشه، نتصرف تصرفات او سلوكيات يبقى مبررها معلش اديك عارف الحال، اديك شايف. لا لا لا، ده مش مبرر خالص لاي حاجه تخلينا نبقى ضد بعض. بالعكس، انا شايفه ان ده اكتر وقت احنا محتاجين نقف فيه جنب بعض، لان كلنا بنمر بنفس الظروف. بجانب النقطة التانية، ان احنا دايما البني ادم هو ربنا خلقه كده، ان عينيه دايما على الحاجة اللي هي تعباه ومضايقاه. ده طبيعي، ده حاجة في الفطرة عندنا. بس بصة كده للنعم اللي ربنا اداها لنا. واعتقد يعني طبعا انا يعني ظروف جيراننا، وانا مش هقول اسمهم لان انا لو ذكرت اسمهم في الفيديو ده مش محدش هيشوفه. حبايبنا واخواتنا اللي بيعانوا، شفنا ان ابسط نعم اللي هي نعم اللي هي الحاجات بتاعه البقاء، اللي هو احنا بنتكلم في اكل وشرب واربع حيطان، دفى، امان، حاجات كتيره قوي هي عندنا. بس احنا عينينا ما بتجيش عليها، لان احنا بنبص على الحاجه اللي معورانا والحاجه اللي تعبانه. بس الناس دي بقى تعمل ايه؟ انا لما يعني من كميه الفيديوهات والصور اللي انا بشوفها، ما فيش حاجة على لساني غير الحمد لله. الحمد لله، والله يقويهم، الحمد لله، الله يصبرهم، الحمد لله، ربنا يجزيهم كل خير ويصبرهم ويجعل مسواهم الجنة يعني. في بالي اللي هو ايه النعم دي كلها؟ هو الاربع حيطان دول الواحد ازاي مش حاسس بيهم؟ احساس الامان ده ازاي الواحد ما كانش حاسس بيه؟ الميه اللي نازله من الحنفيه، الميه السخنه اللي نازله حاجات كتيره قوي 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 قوي. نعم ربنا علينا كتيرة قوي قوي قوي. ده انا بتكلم عن الحاجات اللي هي الملموسه، ما بالك بقى بالحاجات ده. ده احنا لو قعدنا نتكلم، انتوا عارفين يعني، ده من اول ما انت بتقوم الصبح كده تاخد نفسك من غير اي مساعده دي، يعني من غير جهاز تنفس صناعي، من غير ما، لا احنا عندنا نعم كتير من اول ما تفتح عينك. عارفين عندنا نعم كتيره قوي ربنا اداها لنا. فمعلش يا جماعه نتحمل بعض الفتره دي. آم آم نحاول على قد ما نقدر نتحكم شويه في انفعالاتنا. بلاش نخنق على بعض، بلاش نضايق بعض، لان كلنا محتاجين بعض في هذه الفترة. احنا كلنا محتاجين ان احنا نقف جنب بعض. واخر حاجة بقى هقولها، الصدقة. والله العظيم يعني هو ده وقتها، وهو ده معناها الحقيقي، اللي هو احنا مش معانا بس هنتصدق. هو ده المعنى الحقيقي للصدقة، هو ده الجهاد الحقيقي. الجهاد الحقيقي للصدقة مش ان انت يبقى معاك وتطلع كتير، اللي هو عمره ما هيخل بالكتير اللي عندك. لا، هي التركة الحقيقية ان يبقى معكش وتطلع. يعني ده في رأيي، ان الصدقة مفعولها الحقيقي ان يبقى مش معاك وتطلعها، تساعد حد بأي حاجة تطلع من عندك. اعتقد ان هو ده وقت الصدقة الحقيقي. فأذكركم وأذكر نفسي يعني قبليكم ان احنا محتاجين قوي نتصدق. الصدقة دي يعني
هي بتعود بالنفع على المتصدق قبل، يعني قبل الايه، قبل اللي هياخد الصدقه بقى، مش عارفه ايه. فالانسان اللي بيتصدق نفع الصدقه بيعود عليه اكبر بكتير 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 من قيمه الفلوس او قيمه الحاجه اللي هيطلعها. معلش انا اسفه على الاطاله، بس دي حاجه انا لاحظتها في الفتره الاخيره. فخلينا كده جنب بعض ونقف جنب بعض لغايه ما ان شاء الله ربنا يعدي المحنه دي على خير. يلا باي باي.